صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد فين عند عماد حمدي في المطريه. تعالوا بقى النهارده هصور لكم فيديو ممتع وحلو جدا، مش هسيب حاجه في المحل اللي مصورها لكم. هبدا بالدفايات، بقالي فتره ما صورتهاش. النهارده ما شاء الله وانا موجوده هنا في المحل نزل حاجات كتيره جديده في خامات كتير، سواء دفايات سواء كوفرتات سواء عمريه بورصه مفتوح، نازل فيها تشكيل تحفه. اول مره ينزل النهارده، هصوره لكم من النهارده. يعتبر لسه ما نزلش على جروب ولا اي حاجه، بسيب لكم طبعا لينك الجروب زي ما قلت لكم دايما، بسيبه لكم في اول تعليق مثبت بالعناوين بارقام التليفونات بكل التفاصيل. ده هتلاقوها دايما في اول تعليق مثبت. اسعار كل الخامات هاخدها بالترتيب وهقول لكم على سعر كل حاجه، من كوفرتات بشراشيب لكوفرتات بالمتر، عمريه ساده، عمريه منقوش، سواء بورصه مفتوح سواء بورصه مقفول. كمان السوبر تبراك اللي هو قطن صافي 100%، الباكستاني اللي هو اعلى من عمريه البورصه المقفول. هقول لكم داخل الفيديو يعني ايه بورصه المقفول، وهشاور لكم على كذا حاجه كده ما تجيبوهاش عشان بتجرب ومش حلوه. هقول لكم مميزات واقول لكم عيوب، ده كله كده وانا بصور داخل الفيديو. كمان الدفايات هوريكم صنف فظيع تحفه، بيعملوا منه للحفه الجاهزه اللي هي بتبقى معديه ب 3000 وحاجات كده، موجوده عند عماد حمدي، منزلها برده لسه جديده لانج النهارده. كل الحاجات دي جديده ما شاء الله وانا موجوده. وشي بقى الحلو عليكم ان انا ان شاء الله اصور لكم فيديو يطلع فيه حاجات كتير جديده انتوا ما شفتوهاش قبل كده. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل الفيديوهات. وتعالوا بينا ندخل على الفيديو. هكتب لكم عناوين وكل التفاصيل دي تحت الفيديو عشان ما تدخلوش، انزلوا في اول تعليق هتلاقوني سايبه لكم كل التفاصيل ده عشان ما تتعبوش نفسكم. اتفرجوا واستمتعوا معايا واكتبوا لي تعليق حلو تحت الفيديوهات، قولوا لي فيه الدنيا عامله ايه واكتر حاجه عجبتكم وايه الحاجات اللي انتوا اتصدمتوا من سعرها غاليه جدا. ويلا بينا ندخل على الفيديو نشوف كل التفاصيل. تعالوا بقى كده ابدا لكم بالدفايات. اكبر الله اكبر الله اكبر الله اعظم. كده ده كام؟ ده زي ما قلت لكم ده كده عرض 270 سم 270 سم، ده 320. تعالوا كده اكمل لكم القطيفه اللي هي الساده خالص اللي انا كنت منزلها لكم في الفيديو اللي كان فيه منها الاخضر الملكي اللي الوش دفاه والظهر دفاه. نزل منها الاسود النهارده اهو، ونزل منها النبيتي تاني. ده كده كملت لكم كل الوان الدفايه. تعالوا اوريكم بقى خامه اخف منها شويه سعر المتر فيها. طبعا الدفايه دي اللي هي الساده خالص التقيله اللي انا كنت مصورها لكم في فيديو الدفايات واللي انا وريتها لكم دلوقتي، سعر المتر فيها 160 بعد ما كانت ب 150. يعني انا لما اخدتها اخر مره ونزلت عليها الفيديوهات كانت ب 150، النهارده ب 160. تعالوا اوريكم دي نازله على 140. بصوا تحس ان هي قلم بيلمع والباقي مطفي. طبعا الوش والظهر دفايه زي ما انتم شايفين، ده الظهر بتاعها، ده كده الوش، وده اللون الاحمر واللون المنت ده الفاتح او اللون البستاج بيقولوا عليه، اللون النبيتي البطيخي الكشمير اللي هو قالب على موفات شويه، وده كده اللون العسلي. ده كده كله سعر المتر فيه 100، سعر المتر فيه 140 جنيه. تمام كده. انا وريتكم بصوا الرسمه دي، عايزه اوريها لكم كده عن قرب لانها عجباني قوي قوي قوي. يعني ده اكتر رسمه فيهم، وهي فعلا تقيله عن اللي هم 165 عشان الناس اللي بتختلف في الاسعار غالي ورخيص. في منها خامه تقيله وخفيفه. لون المستردة فيها حلو قوي، واللون البيج واللون المستردة هنا برضو ده مش مستردة، اللون ده عسلي. عارفين اللون اللي بيقولوا عليه ايه اليومين دول طالع جديد؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. اللون ده حلو قوي. تعالوا شوفوا ده بقى نازل جديد، عايزه اوريه لكم عن قرب الاول عشان اوريكم الماتيريال والخام.
بصوا ده عامل ازاي. عارفين ده اللي منتشر قوي، الحاجات اللي هي القيمه الغاليه قوي اللي بيعملوا منها كمان اللي الحفه الجاهزه. بصوا البورصه بتاعها عامل ازاي. ده سعر المتر فيها صدمه، يعني انت تبص عليها كده وتتفرج وتنبهر ان الاشكال رهيبه. يمكن الكاميرا كمان ظلمها شويه، انبهر بالاشكال وبعد كده اصدمك بالسعر. بس هي من الاخر كده يعني عايزه الزبون الراقي العالي اللي هو عايز حاجه عاليه قوي، لانها هي عاليه في السعر فعلا. بس على الطبيعه ماتيريال وخامه وشكل الله اكبر، تحفه تحفه تحفه. هوريكم الوانها كلها. كافيه الرصاصي الكشمير ب3 درجات، وعندك المنت الاخضر اللي في النص ده والنبيتي. كده كام لون؟ ده 1 2 3 4 5 6 7 الوان نازلين منهم. ده سعر المتر فيها كام بقى؟ سعر المتر فيها 320 جنيه. انا كده حاولت ان انا اجيب لكم الدفايات كلها اللي متوفره عند عماد. طبعا عنده حاجات منقوشه، بس كل درجات السلسله ما شاء الله موجوده، كل درجات الكافيهات والالوان اللي انتم ممكن تتخيلوها متوفره ما شاء الله. طبعا في القلوب بس مش كتير، في حاجات منقوشه زي كده بس برضو مش كتير. انا حاولت ان انا اقول لكم ايه اللي متوفر في الاكتر، ايه اللي فيه منه اتواب اكتر لو طلبته تبقى موجود. بصوا الخياميه بتاع رمضان، عماد جايب منها. بصي يا عماد، الخياميه بتاع رمضان ده سعر المتر فيها كام؟ ده عرضها كام؟ عرضها 2 متر 40. ده اللي على قطن اللي هو بيبقى محمل شويه. سعر المتر فيها 50. موجود عنده طوبين 2 اهو. هما نفس الرسمه يا عماد ولا دي رسمه ودي رسمه؟ دي رسمه ودي رسمه، 3 رسومات ولا ايه؟ دي رسمه، هذا رسمه اهي. تمام، انا عارف والله، انا عارف. هاتي يا عماد دي كده. ودي الرسمه الثانيه. السعر المتر فيها كام يا عماد؟ 50 وعرضه 2 متر 50، 2 متر 40. ودي الرسمه الثالثه حلوه دي، ممكن تفرغيها وتعملي منها كام شكل كده جميل جدا. تعالوا بقى نطلع من الدفايات وادخلكم على الكوفرتات اللي بتعمل منها مفرش العروسه. في منها خامات تحسها شويه قلبه على شتوي، وفي خامات على صيفي. خلينا الاول في الشتوي اوريها لك بما اننا في فصل الشتاء. بصوا الثلاث رسومات دول سعر المتر فيهم 220. عرض القماش 2 متر 70 باين يا خالد، 2 متر 70. اما اللي فوق ده سعر المتر فيهم 200، وموجود منهم الاربع رسومات دول، وعرض القماش برضو 2 متر 70. بصوا كده شويه كده ملمسها قطيفه شويه، والحفر ده بارز زي ما انتم شايفين. ده كده الرسومات اللي متوفره في الحفر الجاكار اللي هو على قطيفه شويه. هفرجك بقى كده على الصيف واقول لك سعره. ده كده الصيف اللي بتعمله منه مفرش العروسه. ده ممكن كمان تمشيه مفرش السفره اللي ورا ده. تمام، ده كده رسمه كده. التاني عايزه احاول ان انا اشيل اوف وايت عشان مش عايزه ادوس عليه. ده كده الكاشمير. بص الرسمه دي كبيره، الرسمه دي جديده يا عم انا قايل لك عليها يا عم. الرسمه دي جديده قوي، عايزه اصورها من قريب. بصوا المربعات اللي فيها دي. بحاول ان انا ابين لك تفاصيل الماتيريال والخامه بتاعتها. ده كده الوان المفرش الجاكار بتاع العروسه كلها. عرض المتر فيها كام ده؟ 2 متر 40 ولا 2 متر 70؟ 2 الجاكار 2 متر الجاكار الصيفي 2 متر 70. ده المفرش بتاع العروسه. ده عرض الخامه بتاعتها. ده سعر المتر فيها 140 يا عماد. 140 السنه. ده كده سعر المتر فيه 140 جنيه. لان في تعالوا بقى اوريكي كده الجوبيرات دي اللي متوفره عند عماد. بما اني صورت لكم مفرش الجاكار فوراه على طول اوريكم الجوبيرات اللي متوفره. ده كده رسمه، بس الرسمه دي خفيفه يعني، ده الماتريال الخفيف مش التقيل. وده كده الرسمه الثانيه، ودي كمان الرسمه اللي هي منتشره شويه اللي بتدخل في الملايات. اوريكي بقى الاباليج، ده الذهبي وده الاباليج. الذهبي فيها شويه سيرمو. يا احمد بصي دي شويه بقى شتوي، ده تمشي مع الخامات اللي هي الشتوي. ادا رسمه وادا 2. دول الرسمتين الوحيد اللي يمشوا مع الماتيريال الشتوي اللي انا صورته لكم. قلت لكم عليه 220 و200. لو انت حابه تحط جوبير، انا عن نفسي ما بحبش الجوبير مع الرسومات دي. تعالوا بقى كده نكمل مع بعض. انا عايز اقول لك حاجه على دي. شايفه دي؟ تمام. تعالى بقى انا كده داخله على الكوفرتات. قول. داخله على الكوفرتات؟ اه الكوفرته دي كده اللي هي شراشيبها العاديه. دي 420 جنيه.
تمام. نخش هنا الكوفرته اللي هي بشلاشيب. استنى بس كده عشان في من الرسومات قريبه من الرسومات دي، في واحده في الاخر خالص عايزه. لا دي شراشيبها ايه؟ دي شراشيبها متضفره. تمام. طلع واحده من هنا بس نفس الماتيريال؟ نفس، لا اتقل شويه. هوريك. ده دي سعرها كام ودي سعرها كام؟ دي 420 دي 480. الوانها ب 480 هنا. خلي بالنا يعني انت دي ضايفها المتربطه دي ضايفها كده في القطنيات بالظبط كده اهو. وده كده بقيه الالوان اللي هي على قطن، بيبقى الملمس بتاعها بيبقى قطن شويه اكتر اللي متضفره دي. بس هنا كده يا باشا ماشي. على ما تفردها كده هصور الضفيرة كل دي اللي سر متضفر ده. ثواني بس يا عمان، ده كل اللي متضفر ده الاغلى. بص الاخر دول لوحدهم هم الباقيين برضه 420. 420. تعالى بقى افرد لي دي كده وريها لي. نفرد دي كده. خلينا كده يا عم محمد. تمام. ده اصلا ماتيريال قطن شويه. طبعا. كده دي بتيجي متضفره كده اهو. تمام. الفيره دي كده لها سر لوحدها. تمام. دي ماشي. سعرها 480. خلاص نازله ماشي. برضه منها رسمه الغزاله برضه متضفره، عشان في منها بره ممكن تلاقي ب 400 420 بس مش ما متضفره فيهاش زي اللي الضفيرة فوق دي. كده، زي اللي فوق اللي هو من غير الضفيره. هيجيبها لك افرجك احنا عليها هنفرد برضه. هنفرد الرسمه دي برضو كامل. دي كده بتيجي ده عملتها فظيعه، نزلتها اصلا في فيديو. الشراشيب هي العاديه دي. اخدت منكم 3 الوان وعملتها في فيديو مع ملايات ساده، كانت تحفه دي سعرها 420 تحفه. غير المتضفر. تعالي انت بقى امسكي. وريني الرسمه دي يا عماد، افردها لي الرسمه دي. دي الغزاله. الغزاله رايقه. تبدا بطل ما شاء الله جميل. تعالي بص الرسمه من تحت. ده الحاجات أهم اللي حاجة انت لو خلي بالنا حابه بس من حاجه الضفيرة منقوشه اللي بس تحت حاجه مقلمه حاجه هاديه مش رسومات ورد وكده، يبقى ده اللي هينزل. ده كده مع ملايات الساده. ده الوان الغزاله. احنا فردنا واحده اللي كان فيها عسلي، و دي كمان كانت الغزاله تحت عريضه شويه. هو ده نفس الغزاله بالظبط؟ ايوه نفس الغزاله دي. اللون على كحلي شويه وعلى زيتي وعلى عسلي وعلى بترولي او ازرق زهري. والايكيا والمقلمه. ده كده كل رسومات الكوفرتات. وطبعا احنا قلنا سعرها دلوقتي. تعالى اوريكي بقى الكوفرتات الساده الالوان المتوفره منها. ده كده الالوان المتوفره من الكوفرتات الساده عندي عماد. كان في كام رسمه على فكره بس شالوها عشان خلصت. وفات النبيتي واللون الاخير ده. فكده الوان ده 350 دي معروفه. ده كوفرتا بيكا ساده. هوريكي حاجه كده. هي الكوفرتا دي اسمها كوفرتا جاكار. ده بالمتر. ده بالمتر بيبقى عرضه 2 متر 70 تقريبا. بصوا ده قطن على جاكار، انتوا فاهمين قصدي؟ يعني واخده شويه من نسبه القطن وداخل فيها جاكار شويه. ده الالوان بتاعتها كلها المتوفره. هحاول ان انا اوريها لك كده من ورا لان مش هنعرف نطلع الاطواب الكبيره دي. كمان في منها اللون الكشمير البنك الغامق شويه. عايزه اوريكم حاجه تانية. البيكا اللي على قطن عايزه اوريكم الوانه. مش مشكله، لا باين باين المنت عشان برضو كنت ابقى اخدتها لهم في الفيديو بدل ما صورهاش خالص. البترولي واللون العسلي، البيبي بلو، النبيتي، الرصاصي بدرجتين 2، الرصاص الفاتح والرصاص الأسود والجملي. طب على ما تصوروا تظبطوا الكوفرتات عشان ما نضيعش وقت والبطاريه كمان ضعيفه، عايزه اصور لكم السرايب بالوانه كلها. طبعا الاوف وايت والابيض ما بيبقاش متعلق بس بيبقى موجود، والاسود اسود اوف وايت ابيض موجودين بس مش متعلقين. تعالوا بقى مع بعض. الكحلي، الكحل غير الازرق اللي في الاول ده كحلي انما ده ازرق. كل الالوان اللي متوفره في الاسترايب. ما انا قلت الاسود والاوف وايت والابيض برضو في الستان نفس القصه. ايوه بالظبط كده. في اسود واوف وايت، في اسود في الستان، في اسود وفي اوف وايت وفي ابيض مش معروض. تمام. ده كل درجات. ايه ده اللون الجملي والذهبي مش موجودين؟ موجودين مش متعلق. موجود ذهبي، موجود بيج وذهبي عشان انا عارفه الدرجتين دول اكتر درجتين بيسحبوا. كل ده سعر واحد يا امل. ماشي. ده سعر المتر فيه 125. 125 والمشجر معايا 125. المشجر ده ستان برضو بس مشجر. عماد ينفع نفرد من المشجر ده توب؟ سبحان الله. تمام. يعني انت اصلا كنت بتجيبه؟ والله. طيب
ده المشجر بتاعه، تقدري تاخدي معاه يعني، ممكن تعمليه لو انت حابه مثلا تاخدي ده. ده الظهر قطن الوش ستان. انت ممكن تاخدي الدرجه الستان، يعني مثلا ممكن تاخدي الدرجه الستان ده كده الملايه باستك، وتاخدي من ده ممكن تعمليه كوفرتا كابوتينيه او لحاف، يعني تفصليه لحاف، يبقى طقم جميل جدا للعروسه. اللحاف يبقى وش من ده ووش من الساده، ومعاه ملايه باستك من اللون الجملي ده. فهمت قصدي ايه؟ يعني ده كده وش الحاف والظهر بتاعه يبقى اللون الجملي ده، ويبقى معاه كمان ملايه باستك للون ده، او ملايه فلات زي ما تحبوا، بس الستان بيبقى افضل انه يبقى باستك. يبقى مفرش حلو جدا اللحاف مع الملايه بتاعته، يبقى تحفه. وكذلك بقى ممكن تمشي الملايه مع كذا حاجه، او ممكن كمان فكره تانية انك تعملي الملايه كلهم فوق من النقشه الجملي زي ما انتم شايفين. فانت هتاخدي الملايه من اللون الجملي وتعملي الوش اللحاف ووش، يعني ممكن تاخدي البنك وفي ظهره الاوف وايت، والاثنين هيمشوا مع الملايه. بالعكس صحيح بقى، شوفي الالوان اللي تعجبك ايه، ممكن تاخدي منهم لونين من منقوشين يبقوا وش وظهر اللحاف، وتعملي بقى ملايه معاهم ستان تمشي مع اللحاف على الوشين. يبقى انت كده ضربت عصفورين بحجر وخدت طقمين. يا رب يكون الفكره وضحت. انا بحب اقول رايي عشان خاطر الناس اللي بتبقى عايزه تستوعب ده ممكن يتعمل ازاي. تعالوا بقى مع بعض نشوف الساده الهشير على ما يظبطوا لي كده الكوفرتاه. الساده الهشير في العمريه شيلوا، لو عايز تشيلوا شيلوا. ده كده الوان الهشير في العمريه اللي موجوده عند عماد. صور لكم الدرجات كلها في العرض. دي كلها درجات موجوده، تقدري تمشيها مع الملايين. تعالوا بقى اوريكم البرسل المقفول في العمريه. كده البرسل المقفول في العمريه كله رسومات، لان انا مش عايزه بقى اطول الفيديو قوي، وفي نفس الوقت نفسي ان انا اخد لكم كل الاصناف اللي موجوده في المحل. تقدري بقى تاخدي سكرين بالرسمه اللي تعجبك وتبعتها لي عماد على الواتس. ده كل رسومات العمريه البرسل المقفول المفتوح. هقول لك السعر دلوقتي في العمريه البرسل المقفول. بص الرسمه دي حلوه قوي، الناس اللي بتحب الابيض في اسود. تعالوا كده مع بعض بقى نكمل في الكاميرا كده ونصور. في رسومات حلوه جدا جدا وموجوده كتير في العمريه البرسل المقفول، بس زي ما قلت لكم انا مش بحبذ قوي العمريه البرسل المقفول عشان البرسل المفتوح قصدي، عشان البرسل المقفول بيبقى فيه نسبه قطن اكتر. بس طبعا اللي حابب ياخد تمام عشان السعر، يعني هو في فرق في السعر وهقول لكم على السعر دلوقتي. بصوا الرسمه دي بتنزل في برسل مفتوح وبرسل مقفول. رسومات الورد الصغننه دي منها كتير. السحابه هي اللي كان بيسال عليها، مش فاكره مين كان بيسالني السحابه موجوده او لا. بصوا الرسمه دي هتشوفوها معايا في الاوردرات، بس انا كنت جايبه اللون اللي قلب على موف شويه، مش موجود. عايزه لهم حاجه ثانيه النهارده؟ ده كده كل رسومات العمريه البرسل المفتوح. معلش بعد اذنك بس هاخد بس لقطه في الفيديو بالرسومات الاطفال دي. دايما هوريكم رسومات اطفال لسه جايه جديده، بس هم حاطينها في الجنب التاني اللي هو عند العمريه البرسل المقفول علشان المكان. اطواب لسه جايه جديده لانجا، هصورها لكم كلها وهوريكم رسوماتها لان هي فيها حاجات حلوه جدا جديده ما تعرضش منها فوق، صح؟ لسه ولا اتعرض في الجروب، ما تعرضتش لا في الجروب ولا فوق في الصور. وانا بصور لكم، فركزوا معايا قوي على البرسل المفتوح ده. شويه رسومات تحفه في البرسل المفتوح. الناس اللي غاويه تشتغل في البرسل المفتوح وبتحبه ادى رسومات، شويه رسومات اطفال عشان الناس اللي بتقول ما فيش جديد كده في رسومات الاطفال. لا ما شاء الله حلو جدا. الرسمه دي حلوه جدا جدا على الطبيعه. طبعا الوان الساده كلها سواء مشبحات سواء ساده، اللي انتوا هتحتاجوه هتلاقوه متوفر. بص كده ده رسومات كبيره. الرسمه دي جديده برضو، الرسمتين دول جداد. كل الرسومات دي جديده، وده اللي انا عملت لكم عليها فيديو القص والخياطه عملت لكم عليه. بس بصوا الدرجه دي انا ما اخدتهاش، انا كنت واخده الدرجه دي ودي والكشمير. بصوا الدرجه دي نازله منها، ونزلت لكم هنزل لكم الفيديو بتاعها ممكن النهارده بكره بالكتير قوي. هتلاقوها ملايه بكورنيش باستك 3 جوانب، خطيره بجد في الفرش، خطيره. انت تاخدها منها فيها كده مياله للساده وفي نفس الوقت ايه تحسوها منقوشه. الرسمه دي حلوه قوي يا عماد هفردها. الرسمه دي تحفه مع المستردة، اللون العسلي الساده ده خطيره جميله. اخدت منها دلوقتي. بس ده برسل مفتوح
ده بورصل مفتوح. اتحاسبت عليها على فكره في الفاتوره بما اني فاتحه الفيديو بقى. انا كتبتها انا كتبتها بنفسي. تعديها بنفسك. كتبتها بنفسي عمريه بورصل مقفول. انا ظلمت نفسي بنفسي. ما بنعرفش نضحك على الزبون. طب كويس بقى. انا ارجع اظبطها للعميل اصلا في الحساب. بص الرسمه دي. مش انا عشان الشغل كان هنا عند العمريه البورصل مقفول ما استوعبتش الا بعدين. الرسمه دي موجوده في عمريه بورصل مقفول وبورصل مفتوح و3 دي. رسمه خطيره، رسمه خطيره، وبتدخل معاها الفوشيا تحفه مفيهاش كلام. معلش هات لي دي بقى، انا بحب الحاجات اللي فيها مثلثات دي. اجي انا كده. الله الله، اللون الساده ده ممكن نلاقيه متوفر يا عمان. انهي لون ان شاء الله؟ الزيتوني الفاتح ده، الفاتح خطير كله ان شاء الله موجود. هو البيج 90% هتلاقيه متوفر. الاصفر الكناري الهادي ده ممكن تلاقيه متوفر. يعني في درجه اصفر كناري انا ما خدتش بالي غير من الكاميرا. ده متوفر. ربنا في اي الله، خطير خطير بجد. طب اديني بقى اللي بعدها دي جديده لانج برضه. اتواب لسه مفتوحه اهو. لسه فاتحينها ورصينها كلها. جبت لكم الجديده اغيب عند عماد واجي الاقي الجديد كله. سبحان الله، رزق بقى ورزقكم. والله البضاعه بالفعل ما شاء الله جميله. كل ده بورصه. الله الله، ده تحفه تحفه بجد. الرسمه دي خطيره. الناس اللي عايزه حاجات للشباب، رواد الشباب ده واللي وراه خلصانه. رواد شباب رسمي نظمي فهمي. لا ده مقفول. ده مقفول، بس ده رسومات اصلا احنا عارفينها واشتغلنا قبل كده. انا عايز اصور المقفول بقى. المقفول كده بقى هنصور المقفول. انا مش هاجي لكم عند القطن الغالي الباكستاني والقطن الغالي غير لما اخد لكم العمريه البورصل المقفول وراها كده. مش هسيب لكم الفيديو، هو الفيديو هيبقى طويل شويه بس مش من هنا اهو. انا بعمل لك من هنا، ما انا مش فاهمه. انا قلت يمكن هم يفهموا انت قصدك ايه. هم مش شايفيننا. ما هم شافوك اهو. كل التسجيل اهو ان شاء الله. ده البورصل المقفول. ماشي. ده اللي وراك ان شاء الله. خلاص ماشي. البورصل المقفول بقى، يعني ايه بورصل المقفول يا ام امل؟ يعني نسبه القطن فيه اعلى. البورصل المفتوح نسبه القطن فيه اقل. كل ما طلعت للبورصل المقفول كل ما مسكت ماتيريال اعلى. تعالى الله الله بجد. شوفوا الرسمه دي، الرسمه دي خطيره. المقلمه دي انا ما بحبش اخد على فكره حاجه فيها ورد مع مقلم نهائي. يعني انا ممكن اخد المقلم لوحده واخد معاه حاجه ساده، لكن مقلم مع ورد مش بحبذها خالص. تعالوا بقى. بنبسط جدا جدا لما بنزل اصور فيديو والاقي شغل جديد جاي. الحمد لله ببقى متوفقه، وكمان عامله حاجه كده بحس ان انا مرتاحه ان انا جبت لكم حاجه جديده تقدروا تعملوا عليها شغل جديد، لان الوان جديده يعني شغل جديد، يعني رزق جديد، يعني افكار جديده. عندي عشق كده للقماش، فبحس ان انا بتكلم معاه. تعالوا بقى اوريكم الرسومات. عايزه هعمل لكم شويه موديلات الفتره اللي جايه في حاجه تانية خالص، يعني مش هتيجي على بالكم ومش هتبقوا متخيلين ان انا كنت ممكن اعملها، بس هدخل لكم فيها دخله حلوه جدا وهعمل لكم افكار ان شاء الله تفيدكم. ده غير طبعا فيديوهات الخياطه اللي بدات فيها، وهمسك لكم فيديوهات الخياطه من اول الكورس خالص، من اول الف ب في الخياطه لحد يقبض. مش هسيب لكم نقطه ان شاء الله غير كل الناس اللي مش قادره تيجي تاخد كورسات معايا، او ظروفها ما تسمحش، او حتى الحاله الماديه ما تسمحش ان هي تيجي تاخد معايا كورس. ان شاء الله هوفر لكم كل المعلومات بما يرضي الله كلها. مش هبخل عليكم بمعلومه في كورس المفروشات المجاني على القناه، بس هبداها معاكم واحده واحده من تحت من البدايه خالص. فالموضوع هياخد معايا وقت، لان انا حرفيا ما كنتش بهتم بفيديوهات الخياطه كتير على اليوتيوب بحكم الاوردرات والشغل بقى، وان الواحد بيبقى وراه اكتر من كام حاجه. بس انا فضلت لكم نفسي نهائي، يعني بحاول ان انا اضغط نفسي شويه، لان بجد عايزه اعوضكم. الناس اللي بتثق فيا وبتثق في شغل عايزه اكون قد ثقتكم فيا، واحاول ان انا اساعدكم وافيدكم لو بمعلومه. بس ما تنسونيش بالله عليكم في دعواتكم ليا. اي حد هيتعلم مني اي فكره او هيستفاد بالمعلومه يدعي لي دعوه حلوه تقعد لي كده بظاهر الغيب، بتقعد لي في صحتي وتبقى سبب في ربنا يبارك لي في اولادي. فما تبخلوش عليا بجد بالدعاء. لو استفدتوا ما استفدتوش براحتكم بقى، لكم حريه هتدعوا لي برضه. كده هتدعوا لي.
تعالوا بقى كده نكمل بالحب طبعا، ما بجبرش حد على حاجه. هتدعوا لي محبه مش اكتر. تعالوا بقى مع بعض كده اوريكم بقى الماتيريال الاعلى. يعني ده كده العمريه الاعلى اللي هو البورصل المقفول. طبعا صورت لكم البورصل المفتوح دلوقتي كله. الرسمه ده انا اشتغلتها وهتنزل ان شاء الله في فيديو يا بكره يا بعده بالكتير، هتشوفوها وهي متنفذه، عاملاها بموديل حلو جدا جدا بفكره جديده. فكره الخداديه وفكره الملايه هتبقى جديده كمان، الجوبيره اللي داخله فيها. شفنا كده العمريه البورصل المفتوح. عمريه البورصل المفتوح 75 يا عماد. مظبوط يا باشا. البورصل المقفول 85. 85. الساده المشبح كله والساده كله 75. 75. الساده العمريه كله عنده ما شاء الله كل الالوان تتخيلوها، كل درجات الساده والمشبح هتلاقوها متوفره عند عماد. تعالوا بقى ندخل زي ما قلت لكم 75 ساده ومنقوش بورصل مفتوح، ومنقوش عمريه بورصل مقفول اللي هو نسبه القطن فيه اعلى شويه 85. تعالى ادخلكم على خامه كده اللي بعد العمريه على طول، اسمها باكستاني. الباكستاني دي بكام يا ام امل؟ ب 110. مميزاتها ايه بقى؟ مميزاتها ان هي فيها قطن اعلى من العمريه، كمان البورصل المقفول ما بتوبرش. بس في حاجه، الالوان اللي غامقه في الساده المشبح بتاع الباكستاني، الالوان الغامقه بتجرب زي اللون ايه؟ اللون الرصاصي واللون الكحلي. اللونين دول بيجربوا حرفيا، فعشان يبقى عندكم خلفيه. منزل كمان في رسمتين اتنين هما دول باكستاني يا عماد؟ لا مش باكستاني، معروض بورصل مقفول يعني ب 85. ايوه مظبوط تمام. هو حطهم بس كده في العرض عشان تقدروا تدخلوهم مع الباكستاني لو انتوا حابين. ده الباكستاني المشبح تقدروا تعملوا منه ملايات بجوبير زي اللي انا كنت عاملاها على القناه. وطبعا انت لك الحريه لو عندك افكار جديده ممكن تضيفيها، وانا كمان بعمل منها ملايات باستك للعروسه بدخلها ماتشنج طبعا مع الباكستاني المنقوش زي ما انتم شايفين. كل الرسومات اللي في الوش دي الصف الاول والثاني ده كده باكستاني بورصل مقفول. دي الالوان المتوفره فيها. مشكله الباكستاني بس ان تشكيله مش واسع، يعني رسوماته محدوده ومش كتير غير العمريه. العمريه بيديكوا اوبشن شويه ان انت تختاري رسومات كتير والالوان وتختاري حاجات كتير تكون حلوه فيه. تعالوا بقى على خامه اسمها ايه بقى؟ سوبر تبراك. سوبر تبراك مش تبراك، فاهمين؟ ده عرض المتر فيها 2 متر 50. عرض بتيجي 55 كمان. 2 متر 55. ده قطن صافي 100% بس مش مختوم، مش مختوم. وده شكل التوب تمام كده، بس لا يوبر ولا يخرط ولا يبهت ولا يكش. صح بيكش ده يا عماد؟ لا ما بيكشش، معالج تمام كده. ده حاجه كده من اللي هو تنام عليها تلاقي ساقعه تلج في الصيف تمام كده ما شاء الله. اولنا في ايه؟ اولنا ده، اولنا ده الكافيه ده، ماليش دعوه بالنجوم ده. اولنا الكافيه ده كده وانت راجعه لورا مع الماتشنجات بتاعتها. طبعا احنا حاطين ساده معاها. كل الساده اللي موجود عندك موجود في العرض صح كده؟ ان شاء الله كله موجود. يعني انت لو حابه ملايات ساده بس تشتغلي عليها قطن، هي الدرجات اللي هتلاقيها موجوده في العرض في الساده. حابه تدخليها ماتشنج مع الملايات المنقوشه فهتلاقيها زي ما انت شايفه كده. فيديو طويل بس فيديو مفيد. مفيش رسمه مش ما صورتهاش، لا كل الاصناف صورتها وكل الخامات كل يعني انا ممكن اكون بس نسيت الكوفرتات الجاكار والقطن، البيكا القطن والبيكا الجاكار في المنقوش. هطلع دلوقتي اصورها لك عشان انا ما بقاش نسيت اي حاجه عنده في المحل. ده كده السوبر تبراك سعر المتر فيه 210. ده كده الكوفرتات البيكا على الجاكار، كوفرتات بيكا جاكار اللي بيبقى عرضها 2 متر 70 2 متر 80 في الحته دي كده. بس هو يعني اعتمدي ال 2 متر 70. ده كده رسومات. انا هسيب لكم لينك جروب التليجرام عشان تلاقوا كل الرسومات دي معروضه وواضحه جدا في التليجرام. هسيب لكم لينك التليجرام بتاعي عماد تحت الفيديو. هسيب لكم العنوان بالظبط، هسيب لكم ارقام التليفونات، كل حاجه هتلاقوها ان شاء الله تحت الفيديو ده في اول تعليق مثبت. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني شعر بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.